يلا بينا نحضر جلاش البسبوسة، طعمه خطير وسهل جدا وهتبطلي تشتريه من بره، مش هتعمليه الا في البيت وطريقة سهلة. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول. هنجيب الطاسة بتاعتنا وهنحتاج كوبايتين من السميد السادة خالص. في الطاسة نقلبه تقليبتين لحد ما يدفى معانا شوية، ننزل عليه بمعلقتين كبار من السمنة البلدي او الزبدة واقلبهم كده. تحس كده ان العجينة معانا لمت معايا شوية اهي. افضل اقلب فيه. بصي ما ينفعش تسيبي ايدك منه علشان السميد ما يلسعش مننا. نفضل نقلب في السميد معانا لحد ما نلاقيه لونه كده، حس كده ان هو عمل زي الرمله شويه. نقوم حاطين معانا معلقتين من عسل النحل، او لو عندك شربات انت عاملاه تقيل حطي معلقتين منه وقلبي بقى معاه لحد ما تلاقيها لمت كده معاكي. خلاص كده اطفي عليه النار وهجيب معايا باكيه من الجلاش واجيب كده حبه من السمنه محترمين متسيحين، وناخد معانا ورقتين بورقتين. اول ورقه كده بتاعت الجلاش هندهنها، واخد مع الورقه دي ورقه كمان وارصص بقى كده معايا البسبوسه بتاعتي. وعلى فكره لو عندك بواقي بسبوسه ينفع تتعمل بيها وتلغي خالص مرحله السميد دي، تعمليها بالبسبوسه اللي فايده من عندك. اجيب بقى السميد بتاعي ده ارصصه والف بقى معايا الجلاش بتاعي زي ما انتوا شايفين. وتكون جايبه الصينيه دهنها برضو دهنه محترمه من السمنه ومن الجناب ومن كله عشان ما يلزقش معايا ويطلع بسهوله، واحطه معايا رصصه في الصينيه لحد ما اخلص الكميه كلها. بواقي السمنه بتاعتي بقى اخدها ادهن بيها الجلاش كله من فوق عشان يدينا اللون الذهبي كده الحلو اللي انت هتشوفوه معايا. واجيب السكينه بتاعتي واخرطه الكميه اللي انت عايزاها، الحجم اللي انت عايزاه، اخرطه وادخله معايا الفرن بتاعي. وهيطلع من الفرن روعه. طلع من الفرن اهو شايفين لونه. اخد بقى الشربات بتاعي اللي انا محضراه بتاعنا اللي هو عباره عن ايه، عبارة عن كوبايتين من السكر عليهم كوباية ونص من المية، واقلبه على البارد واخده ارفعه على النار. القرب ما يجي يغلي معايا احط معايا عصرة من الليمونة وحبة من الفانيليا واستنى عليه 5 دقايق واطفي عليه النار، وهيطلع معايا احلى شربات جميل جدا. مش هيسكر معاكي وهيبقى حلو قوي. الجلاش بتاعي طلع. رشيته بقى بالسيرم بتاعي الشربات. بصوا شكله روعة وخطير. جربوا الطريقة ديت هتعجبكم جدا وهتنسوا خالص بتاع المحلات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.